الخير ومساء عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب كل يكون تمام. الحاجه اللي معايا في الصندوق دوت النهارده مش انا بس اللي متحمس ليها، ولكن في ناس كتير جدا متحمسه للشيء اللي جوه الصندوق دوت، اللي هو موبايل اكيد انتوا عارفين من العنوان، البوكوفون اكس 3 ان اف سي، خليفه البوكوفون القديم بتاع شركه شاومي اللي كان ليه سمعه كويسه جدا في السوق، واللي انا كان نفسي ابقى من الناس اللي تعمل له ريفيو في مصر، ولكن تدور الايام واحنا اهو اظن احنا اول ناس نعمل انبوكسنج للموبايل دوت في مصر. فالفيديو دوت مش ريفيو خالص، لسه هنعمل ريفيو لما اجرب الموبايل واعرف ايه العيوب اللي فيه وايه المميزات اللي فيه، ولكن في الفيديو دوت هنعمل انبوكسنج للموبايل، وكمان هنعمل نظره اوليه عليه، يعني نشوف الماتيريالز بتاعته ونشوف تصميمه وهكذا. فمن غير ما اضيع اي وقت عشان انا متحمس جدا، يلا بينا نشوف ايه اللي بيجي جوه الصندوق. على فكره انا اشتريت الموبايل دوت زي ما هو باين من قدامكم، انا مشتريه من نون، عملت له بري اوردر، هو شركه شاومي كان البري اوردر بتاع الموبايل من على نون، وطبعا مش هتصدقوني لو قلت لكم ان دوت اول حاجه اجيبها من على نون في حياتي، عمري ما جبت منه حاجه. واللي باين بصراحه ان هو الباكجنج بتاعه كويس، يعني عمري ما شفت السوق مثلا بعتلي حاجه في بوكس كده، ولكن ممكن عشان الموبايل برضو فما اعرفش بصراحه. اوكي بصراحه ما كنتش متحمس لموبايل كده من شركه شاومي بقالي فتره كبيره جدا، احنا مش محتاجين كل الحاجات ديت. طبعا الناس اللي عملت بري اوردر للموبايل زي ما انا عملت كده اكيد جالها الشاومي مي باند 4، فبصراحه هديه ذكيه يعني من شركه شاومي اللي هي تحط الباند بتاعتها القديمه مع البوكو اكس 3. ولكن المهم انت لو هتجيب الموبايل حاليا مش هتجيبه اكيد بالساعه، هيكون الموبايل لوحده، والموبايل لوحده من غير الساعه برضو يعتبر على فكره صفقه كويسه جدا بالنسبه للسعر اللي الموبايل نزل فيها. الموبايل نزل في فئه سعريه فيها موبايلات كويسه، ولكن لما تيجي تقارنها بالموبايل دوت بقى هتلاقي ان بالنسبه للناس اللي بتحب القيمه مقابل سعر، ممكن الموبايل دوت يكون واحد من اكتر الموبايلات المناسبه ليها. فاظن احنا لازم نعمل سوايب كده عشان نطلع حاجه. فعندنا البوكوفون اكس 3، وعندنا كمان الشاومي مي باند 4. اوكي برضو قلت يعني اكيد ده مش الصندوق بتاع الشاومي مي باند، فهو الصندوق بتاعها جوه الصندوق التاني الشاومي مي باند 4، مش هنتكلم عليها، ده مش الفيديو بتاعها، ولكن النهارده جايين نتكلم عن البوكوفون اكس 3 ان اف سي. فوق عندنا اللوجو بتاع بوكو واكس 3 ان اف سي، الصندوق لونه اسود، لون حلو بصراحه، مكتوب اللي هو بيجي وبيدعم خدمات جوجل. من ورا ما عندناش اي حاجه. اوكي طب فين المواصفات بتاعت الموبايل؟ اوكي عندنا مواصفات من الجنب اللي تحت، فانا جبت النسخه اللي لونها ازرق، بصراحه عجباني اكتر من اللي لونها اسود، فخلينا نفتح الموبايل كده مع بعض. اول حاجه هنلاقيها عندنا هي بوكو. اوكي فخلينا نشوف المحتويات اللي بتيجي جوه الصندوق. عندنا اول حاجه الموبايل، العلبه ديت واضح ان هي فيها حاجات كتير، فخلينا نشوف كده فيها ايه. فاول حاجه عندنا السيم تول بتاعه الموبايل، وعندنا جراب جاي مع الموبايل. اوكي حلو. عندنا الوارنتي كارد، وعندنا الكتالوج الكبير دوت، هو ده اللي كان متقل الصندوق دوت كله. نشوف الجراب عامل ازاي. فجراب شفاف عادي جدا، هو واضح ان الموبايل تخين من السمك بتاع الجراب. ومن تحت عندنا مكان عشان يسد المنفذ بتاع اليو اس بي تايب سي. فين نحطها؟ فين خلينا نحطها بيرفكت. فبوكو اكس 3 ان اف سي بيجي بمعالج السناب دراجون 732، بيجي بشاشه 120 هرتز في الفئه السعريه دي حاجه خرافيه جدا، بيجي بكاميرا 64 ميجا بكسل وببطاريه 5160 مع شحن 33 واط. متحمس قوي اكتر حاجه ان انا اجرب الشاشه ال 120 هرتز ديت، وعايز اشوفها على الفئه السعريه ديت تبقى عامله ازاي. اوكي فخلينا نحط الموبايل على جنب ونشوف ايه تاني بيجي جوه الصندوق. هنفتحها كده، فمفيش حاجه تاني في الصندوق غير الشاحن اليو اس بي تايب سي والباور بريك او الادابتور نفسه اللي بيجي 33 واط. في حاجه يعني انا لاحظتها جدا في الشاحن دلوقتي، يعني خلينا اوريكم كده مع بعض. خلينا بس نعمل زوم شويه في الكاميرا اللي فوق. لو انتوا واخدين بالكم من الشاحن نفسه، المكان بتاع اليو اس بي لونه احمر، يعني مش عارف ديت لها علاقه بايه بصراحه خالص، ولكن هو اللون بتاعه يعني اول مره اشوفه في موبايل شاومي. كذا الكابل بتاع الشحن من جوه لونه يعني مش احمر مدي على بينك كده، فلونه مميز ومختلف، فدي حاجه كويسه، حاسس اللي هو لون حلو جدا. الكاميرات يعني في حاجات كتير كده اخدت بالي منها في الموبايل اول ما مسكته. الكاميرات هنا حجمها يعني كبير حبتين، ما شفتش موبايل فئه سعريات بحجم الكاميرات كده، ولكن شكلها حلو ومختلف في الفئه السعريات، يعني جزء من الدايره. خلينا كده نفتح الموبايل مع بعض، احسن حته بحبها لما اجي اعمل انبوكسنج لاي موبايل. اوكي نايس، بصراحه الموبايل لونه حلو جدا،
زي ما قلت حاسس هو بس تخين حبتين او سميك شويه الموبايل، ولكن هو شكله روش، يعني شكله برضو روش جدا. الماسكه بتاعت الموبايل من الجنب حلوه، يعني الجناب بتاعت الموبايل مريحه. مش عارف ديت بلاستيك ولا مش بلاستيك، يعني هي الفئه السعريه ديت كلها جايه من بلاستيك، ولكن مش عارف ليه حاسس ان الجناب ديت مش بلاستيك. الماسكه بتاعتها يا اما هي بلاستيك نضيف يا اما هي مش بلاستيك الومنيوم مثلا او ستانلس او هكذا، عشان هي حتى كمان بتسقع في ايدك كده. فخلينا نتاكد من النقطه ديت ونتكلم عليها اكتر في الريفيو. خلينا كده نركب الجراب ونشوف الموبايل هيبقى شكله عامل ازاي. فبالجراب الموبايل فعلا تخين حبتين او سميك حبه. كاميرات محميه بالجراب في ديت حاجه كويسه، ولكن من غير الجراب برضو الموبايل سميك يعتبر بالنسبه للفئه بتاعته كلها او للموبايلات عموما في الفئه السعريه ديت. ولكن برضو من جوه انت عندك حاجات في الموبايل دوت مش موجوده في الموبايلات التانية، مثلا شبه التبريد المائي. يعني هنتكلم عليه اكتر وهنتكلم على كل حاجه بالتفصيل في الريفيو. خلينا نفتح الموبايل كده لاول مره سوا. طبعا اللوجو بتاع بوكو مش بتاع شاومي، لان هي بوكو تعتبر شركه منفصله عن شاومي او سب براند لشركه شاومي، ولكن هي برضو الاساس يعني شركه شاومي. في الموبايل بيجي على طول بالام يو اي 12 اللي هو اخر واجهه من شاومي. اوكي في حاجه انا عايز اعملها دلوقتي، ثانيه واحده. اوكي دوت الاوبو رينو 4 برو، كنت بستخدمه كموبايلي الثانوي مع الموبايل بتاعي الرئيسي الايفون 12 برو. الخط بتاعي الاساسي موجود في الايفون 12 برو، والخط بتاعي الثانوي موجود في الرينو 4 برو. فانا هحط الخط بتاعي الثانوي في البوكو فون عشان في حاجه مهمه جدا لازم اجربها. في ناس كتير بتسالني عليها من دلوقتي، وهي الشبكات. ان في ناس كتير جدا بتسال في النقطه ديت، بما ان احنا شفنا اصلا موبايلات قبل كده الشبكه بتاعتها كان فيها شويه مشاكل. فاتمنى الموبايل دوت ما يكونش يعني ايه شبه الموبايلات ديت ويكون ما فيهوش مشاكل. هل تحبوا نعمل فيديو تجربه العاب كامله على الموبايل دوت، بما ان هو اصلا المعالج بتاعه هو اللي بيميزه في الفئه السعريه ديت؟ فممكن نتكلم اكتر عن نقطه الالعاب في فيديو منفصل ونجرب العاب كتير عليه، نشوفوا هل هو هيسخن ولا لا وبيعلق ولا لا وهكذا. لو انتوا حابين طبعا اكتبوا لي في الكومنتات تحت او قولوا لي على انستجرام، وهيبقى فيه فيديو مخصص للالعاب. من الحاجات اللي عجباني في الموبايل دوت ان البصمه بتاعته في الجنب. انا بحب البصمه اللي بتبقى موجوده في الجنب اكتر من اللي بتبقى موجوده ورا. مش بتفرق قوي ولكن بفضلها بصراحه عن الموجوده من ورا. من هنا احنا كده عملنا يعني سيت اب لكل حاجه. من هنا نبدا بقى نجرب التجربه بتاعه البوكو فون الجديد اللي نزل مصر خلاص. بص هو اول حاجه الشاشه سموث جدا بصراحه. انا اظن ان احنا هنخش على السيتنج دلوقتي هشوف هلاقي اني هي معموله على 120 هرتز اظن. اوكي فزي ما قلت لكم دخلنا على السيتنج لقيتها معموله فعلا على 120 هرتز. يعني تجربه التنقل كده حاجه سموث جدا. دي بس كانت نظره اوليه كده وانبوكسنج للموبايل. طبعا اكتبوا لي في الكومنتات حابين اتكلم على ايه اكتر في الريفيو كامله، مثلا زي الشبكات ديت نقطه اكيد هتكلم عليها. شوفوا برضو عايزين اتكلم على ايه اكتر عشان اركز على الحاجات اللي انتوا عايزينها واتكلم عليها في المراجعه بتاعه الموبايل. بس كده دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، تعمل فولو على الانستجرام هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، عشان الفتره الجايه ممكن مثلا نطلع ستوريز من البوكو فون اكس 3، ممكن اوريكم صور ونصورها بالموبايل هناك. فاتاكد انك تعمل فولو على الانستجرام تحت في الديسكربشن. وبس كده، شكرا ما شفتوا الفيديو مره تاني، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.